السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير. والله كان في فيديو مستفز كده طالع لأحد المواطنين الكويتة جاي الصعيد محافظة أسيوط عشان يصور الراجل اللي كان شغال معاه جايب عربية أو حاجات من الكويت، عربيات، جايب أسطول عربيات من الكويت، جايب الكويت كلها وجاي. فهو رايح عشان يحاسبه ويقول له من أين لك هذا. طيب ليه كده؟ انت رايح للراجل في بلده في وسط أهله وناسه عشان تقل منه أو تقل قيمته في وسط مكانه وتصوره وعشان تقول له من أين لك هذا. معلش يعني انت مالك؟ جاب عربية ما جابش عربية، جاب عربيتين جاب تلاتة، جاب أسطول عربيات. انت مش يعني مش قاضي ولا مستشار ولا سفير الكويت عشان تقوم بمحاسبة الراجل. الراجل أدى شغله وأدى مهمته وأدى عمله وخد بعضه وخد احتياجاته اللي بيحتاجها من الكويت بفلوس اشتراها من عرقه ومن شقاه ومن تعبه، وخد بعضه ونزل على بلده. لا حط ايده في جيبك ولا تجنى عليك ولا سرقك ولا عمل لك ولا أذاك في أي حاجة. فما هو هدفك من إن أنت طالع تسيء للراجل وتسيء للصعايدة عموما وللقصايطة خاصة، وانت رايح لحد أسيوط عشان خاطر تصور الراجل وتصور العربية اللي هو اشتراها وتصور بيوتهم ودنيتهم هناك و يعني والله يشكر الراجل. يعني أنا مش فاهم يعني ليه الأسلوب ده وليه الطريقة دي وليه زاد الكلام يعني ليه كمية الحقد الغير معهودة دي على المصريين. يعني ليه الفتنة دي يعني؟ ليه انتوا او يعني تحديدا الشخص ده، ليه انت شايف المصريين بهذه الصورة ان هم مستباحين؟ يعني جالك قلب رايح الصعيد ورايح له في قلب مكانه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت انت جبت القلب ده منين يعني؟ جالك قلب تروح له في قلب مكانه عشان تصوره وتصور العربية اللي هو جايبها من شقاه وتقول له من أين لك من أين لك هذا؟ إيه يا عم؟ أنت مالك؟ هو تجنى عليك؟ هو سرقك؟ هو خد منك حاجة؟ وبقى الكلام زايد كده على المصريين وبقى طعمه ماسخ كده دي مصر ودول صعايدة مصر. مش عارف الصعايدة يعني؟ احنا اهل كرم، احنا ناس محترمين، احنا بنشيل ضيوفنا على راسنا من فوق، بس ما بنحبش قلة الادب، ما بنحبش قلة القيمة، ما بنحبش حد يهيننا ولا يجي على كرامتنا. يعني ده كتر خير الراجل ان هو استحملك ان انت يعني تروح وتصور وتعمل معاه الحركات دي. ليه؟ ايه الداعي يعني؟ غير انك بس مش عايز غير الشهرة، مش عايز غير ان انت بقى واو كويتي وايه والله والله هذا الرجال ما شاء الله عليه قلبه جايبه جاي. ايه يا عم؟
او للدرجة دي انت شايف الراجل ان هو الله اعلم تعامله معاك كان ازاي؟ شايفه راجل غلبان، شايفه راجل محترم، رايح له في قلب اسيوط. وبالله عليكم يعني انا مش عارف ايه الاجراء اللي هتتخذه ال- البلد حيال هذه القصة، ولكن آه، الضغط يجي قوي على المصريين بالذات في الكويت، حاطين حطة وحشة عليهم هناك. ليه كده؟ المصريين دول هم اللي علموا، وهم اللي كبروا، وهم اللي هننوا، وهم اللي دلعوا، وهم اللي في عز المحنة دافعوا عن الكويت. ما تنسوش دي، اوعوا تنسوها. الكويت كانت هتروح ايام الصدام لما الله يرحمه رئيس حسني مبارك بعت المصريين دخلوا وكنسوا ومسحوا ونظفوا وسلموكم البلد. يبقى دي جزاتهم، وهو دي رد الجميل للمصريين. متشكرين يا كويت، متشكرين يا ناس يا أصيلة، متشكرين يا محترمين، متشكرين ليكم خالص. المصريين الصعايدة 130 مليون بيقولكم متشكرين يا كويت، متشكرين على رد الجميل. المصري مهما عمل في الكويت ومهما حصل ومهما جرى منه ما يستحقش ده كله، ما يستحقش الإساءة وعدم التقدير وعدم الاحترام وقلة القيمة اللي حصلت دي. السلام عليكم.